يقول لك فيكم طرف فيكم وناسة تك تك. نعطر هذا العطر اللي يخبل، اللي ما يخرب، اللي ما يروح ريحته، اللي بس الحلوات اللي يفتهمون. زين انا فتحت هذا الغطا شو شايفين الكرة وصارت ترن. احلى شيء بالشتاء والدنيا باردة وانت ما تنزل المكان، وخلال انت الدرايف ثرو تاخذ غريضاتك وتسوي ام. صراحة اليوم امي ما طبخت، فقالت لي رجعت وقالت راح اطبخ. قلت لا ما اريد، انا اكل من برا، وقعدت خلاص انا اسوي لي شيء خفيف، يعني ما عجبت اكل برا. فاني هذا الوقت يعني ما مشتهي شيء ثقيل، عجبني هذا اكله. طبعا هو بس البطاطا والملك شيك خلاص هسه راح يوصل لهنا لين باكر الصبح. بس القهوة والاسبريسو والسوالف شو باقي، كل شيء نطبخ. لا بس الجو حلو ترون. لا والله يا جو برا باردة. 9 جايز، الساعة 5 عندنا العصر وظلمة. لو تشوفون القمر ايش كبره، اشوفكم يا لا بس ما شاء الله. من واحد يقول لك هذا وجهك او وجهك مثل القمر، لا بس من هذا يعني اكس لارج. جايز بقول لكم سؤال اريدكم تجاوبون عليه. طز زائد طز شنو يسوي؟ طز زائد طز جايز شنو يساوي؟ اي انت اللي ورا الشاشه اللي قاعد طز زين عافيه. طز زين ليك ادعي نسيت غروب. وليش الدعوه بالغروب؟ يعني توصل اكثر من باقي الوقت. مو كل من يفتح زيقه زين ويدعي كانما هو الله انطاه سبيشال كود. يوم ادعي ها اني يلا كل من يقول اني وبس، ها اللسان وبس غيره ماكو. بعدين يصعد وينزل على ما فيش، وكل من خابص نفسه. يا ويل حالي والله. يعني خد تطفح الزبالة وتطلع فوق حتى شنو نسوي تنظيف كامل، حتى مثل المنخال. يوم نجيب المنخال ونحطه وشنو نسوي شنو تطلع الناس الزبالة، الناس الوسخة اللي داخلين بحياتك. هاي ندخلهم نسوي لهم نخل، وبعدين شنو بالقندرة زين، بالقندرة على راسهم. في زبايل واجد اللي هي تراش، اللي هي جاربج، ها جايز لازم نتخلص منها. فاحنا شو نسوي بين فترة وفترة؟ نطلع الزبايل اللي عندنا زين حتى ننظف المكان من الوسخ اللي داخلين عليك الناس. عرفت؟ عافية محلات الجو مال جايز. يقول لك هنا امريكا ما بيها دلال، الناس ما بيها دلال، كل من هو يسوي شغلاته وعمله. لا عيني كذب، الفلوس تجيب العروس. اذا انت عندك فلوس بامريكا والله تعيشي الملكة، الحياة تخبل، كل شيء تريدين، طبيعة، سياحة، وناسة، كل شيء. بس يقول لك لا، مثلا اكو ناس تقول انا عندي فلوس ما اعرفها منين، يطلعون له فلوس مال غسالة ما ندري. المهم احنا عندنا فلوس زين،
يصبغون هم بيتهم، يصبغون البيت. زين إذا أنتي عندك فلوس والله ناعم عليش والفلوس تخرخر، هي منه؟ هي سرى. زين ليش تصبغين انت او انت تصبغ بيتك؟ تعب وايدي راحت وراح اموت، ولحقولي جايز، لحقولي بنات، لحقولي راح اموت. زين مو واحد عنده فلوس يجيب له شركة مال صبغ تصبغ له غرفة الصالة، المطبخ، الهاي، مو ماخذين البيت وصار له كم قد ما ادري كم شهر، ها، والبيت بعده ملزق وملطخ. زين اللي عنده فلوس ليش عودك ما يجيب له شركة؟ اني نفسي وبس، ما اعرف انه اشتغل واروح واسوي، وشغل مال رياجيل تسوي مرة ما يصير، انت الخبز الخبازة ما يصير. وحتى اكو رياجيل ما تعرف، اكو رياجيل مثلا مخه اشياء ثانيه يشتغل بالحياه، مو شغلته يصبغ ولا شغلته يصلح ولا شغلته هاي، يجيب ناس متخصصه. زين البنات منو هسه بنيه، حتى اللي ما عندها فلوس، البنيه اللي ما عندها فلوس هم تروح وتدبر وتتدين وتشتغل وتسوي كل شيء، وتسوي ليزر ازاله الشعر جايز، لانه ما حلو الشعر، مو على مود الرجال، على مود الوحدة النعومة هي نفسها تكون ملسة. زين منو بعد يسوي تشقير بعد منو يسوي؟ احد يسوي بعد تشقير وحلاوة تسوي سايد افكت. التشقير كله مواد كيميكال، كلها تسوي اشياء سرطانات، كل شيء هاي الاشياء تسوي سرطانات. اللي عنده فلوس ما يرجع نفسه ليزر من فوق لي جوا، او انه الناس تعلم التطور بالحياة، الناس تعلم الاشياء اللي صارت لعندهم، ليش سووا واخترعوا قعدوا علماء وتعبوا على الليزر وعلى الاشياء مال البشرة وعلى الاشياء اللي الاريح للجسم. ليش؟ على مود شنو؟ تظل وحدة، تظل على الحلاوة وتظل على التشقير مال زمن جدتي، خلاص. فالناس يوم تنصح وتعلم الناس ومسوية نفسها ابو العريف، تعلمهم للابديت تو 2024، مو ترجعهم باك. زين اللي عنده فلوس ما يروح للصالون وهو يصبغ شعراته، غير ام الصالون تعرف هاي درجة الشعر وتعرف الشعر يتحمل تشقير لو لا، غير هاي شغلته، هي طبت مدرسة وتعلمت او من الخبرة واشتغلت وعرفت هذا الشيء. وحدة تروح هي والله تصبغ شعرها لون واحد البنات يسووها وهم غلط، بس مال وحدة يقلب شعرها من اللون الاسود اللون الاشقر وما تروح للصالون وتحرقه وتنعل ابوه كله على 200-300 دولار. احلى صالون بامريكا يطلع شعرك يخبل. انت شايفين الامريكيات شنو شعرهم؟ زبد، ومن هذا الاشقر تصبغه ولا كانما مصبوغ، ولا كانما. انا ما شايفه واحد عنده فلوس وهو صدق يقول عندي وما يصرف فلوس. ما ندري هاي موضوع الفلوس، يمكن الفلوس مال جهال. او انه الناس تعلم التطور بالحياة، الناس تعلم الاشياء اللي صارت لعندهم، ليش سووا واخترعوا قعدوا علماء وتعبوا على الليزر وعلى الاشياء مال البشرة وعلى الاشياء اللي الاريح للجسم. ليش؟ على مود شنو؟ تظل وحدة، تظل على الحلاوة وتظل على التشقير مال زمن جدتي، خلاص. فالناس يوم تنصح وتعلم الناس ومسوية نفسها ابو العريف، تعلمهم للابديت تو 2024، مو ترجعهم باك. زين اللي عنده فلوس ما يروح للصالون وهو يصبغ شعراته، غير ام الصالون تعرف هاي درجة الشعر وتعرف الشعر يتحمل تشقير لو لا، غير هاي شغلته، هي طبت مدرسة وتعلمت او من الخبرة واشتغلت وعرفت هذا الشيء.
وحدة تروح هي والله تصبغ شعرها لون واحد البنات يسووها وهم غلط، بس مال وحدة يقلب شعرها من اللون الأسود اللون الأشقر وما تروح للصالون وتحرقه وتنعل أبوه كله على 200-300 دولار، على شنو؟ وتعاني واحترق الشعر وسوى على شنو؟ أو إنه الناس تعلم التطور بالحياة، الناس تعلم الأشياء اللي صارت لعد. هم ليش سووا واخترعوا قعدوا علماء وتعبوا على الليزر وعلى الأشياء مال البشرة وعلى الأشياء اللي الأريح للجسم؟ ليش؟ على مود شنو؟ تظل وحدة تظل على الحلاوة وتظل على التشقير مال زمن جدتي؟ خلاص. فالناس يوم تنصح وتعلم الناس ومسوية نفسها أبو العريف، تعلمهم للأبديت تو 2024، مو ترجعهم باق. زين، اللي عنده فلوس ما يروح للصالون وهو يصبغ شعراته، غير أم الصالون تعرف هاي درجة الشعر وتعرف الشعر يتحمل تشقير لو لا، غير هاي شغلته هي طبت مدرسة وتعلمت أو من الخبرة واشتغلت وعرفت هذا الشيء. وحدة تروح هي والله تصبغ شعرها لون واحد البنات يسووها وهم غلط، بس مال وحدة يقلب شعرها من اللون الأسود اللون الأشقر وما تروح للصالون وتحرقه وتنعل أبوه كله على 200-300 دولار، على شنو؟ وتعاني واحترق الشعر وسوى على شنو؟ هنا أحلى صالون بأمريكا يطلع شعرك يخبل. انت شايفين هالأمريكيات شنو شعرهم؟ زبد، ومن هذا الأشقر تصبغه ولا كأنما مصبوغ ولا كأنما. أنا ما شايفة واحد عنده فلوس وهو صدق يقول عندي وعندي وعندي وما يصرف فلوس. ما ندري هاي موضوع الفلوس، يمكن الفلوس مال جهال